يا ترى انت اللي شغال عند الذكاء الاصطناعي ولا الذكاء الاصطناعي اللي شغال عندك؟ ويسيبني اقول لك، لو انت بتدخل الاي اي برومت عشان يطلع لك صوره وتستخدمها زي ما هي، يبقى كده انت اللي شغال عنده مش هو اللي شغال عندك. وفي الحالة دي عادي جدا الذكاء الاصطناعي ياخد مكانك. لكن لو انت العقل المبدع وتخلي الذكاء الاصطناعي يساعدك انك تسرع شغلك وتكسب وقت، يبقى كده الذكاء الاصطناعي هو اللي بيشتغل عندك مش العكس. وفي الفيديو ده هعرفك ازاي تعمل كده بشكل عملي تماما. ومن غير ما نضيع وقت يلا نبدأ في الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما طب يا جماعة، قبل ما نبدأ حابب أقول الفكرة بتاعت الديزاين. الفكرة كلها معتمدة على الإيد اللي ظاهرة قدامك في الديزاين دلوقتي دي. والفكرة ببساطة إن الإيد متكونة من الليمون والنعناع، وهما المكونين الأساسيين بتوع المشروب بتاعنا، فده بيدل إن المنتج طبيعي جدا وكله مستخرج من الطبيعة. فزي مكتوب في التكست كده، من خير الطبيعة. فالفكرة دلوقتي احنا هنعمل الايد دي ازاي. فبسرعة رحت على شات جي بي تي وطلبت منه ان يعمل لي برومت احترافي عن ايد من الليمون والنعناع وشكلها يكون واقعي واحترافي، فاداني البرومت ده بالانجلش، فعلى طول هاخده كوبي وهنروح دلوقتي بسرعة على موقع ImageFX، وهناخد البرومت اللي احنا عملناه بيست ونحطه هنا بالشكل ده كده. بس طبعا عشان البرنامج يشتغل لازم يكون عندك VPN. ده مثلا الفي بي ان اللي انا بستخدمه، وممكن تستخدم اي VPN يريحك. بعد ما نخلص هندوس على كرييت ونستنى شوية، وفي الآخر دي هتكون النتائج اللي ظهرت معانا. ممكن تطور النتائج دي بشكل أحسن عن طريق إنك تدوس كرييت تاني، أو ممكن نضيف كلمة سينماتيك ستايل هنا ونشوف إيه النتائج اللي هتظهر معانا. دول مثلا النتائج اللي ظهروا معانا بعد ما ضفنا كلمة سينماتيك ستايل. أنا حاسسهم أفضل بكتير بصراحة. ممكن كمان تطلع نتائج افضل من دي لو قعدت تجرب بشكل اكبر. بس في النهايه هي دي النتيجه اللي طلعت معايا وانا اشتغلت عليها عشان اعمل التصميم. واخر حاجه قبل ما نبدا الديزاين، حابب اقول لكم ان دي صوره الخلفيه اللي انا اشتغلت عليها. اي نعم السايز بتاعها صغير، بس انا هقول لك هنحل المشكله دي دلوقتي ازاي. هنروح بسرعه على برنامج اب سكايل اللي اتكلمنا عليه قبل كده. هنعلي الايمج سكيل ل 4x ونبدا ان احنا نعمل اب سكايل من هنا. وفي النهايه دي النتيجه اللي ظهرت معايا. فيلا ما نضيعش وقت ونروح على فوتوشوب. هنروح دلوقتي على فوتوشوب ونفتح فايل جديد. هنخلي الويدث بتاعه 1920 والهايت 1080 والاورينتيشن هيبقى بالمنظر ده كده، والريزولوشن ممكن يبقى 150، وفي الاخر هندوس كرييت. بعد ما يفتح معانا بالشكل ده هنجيب الصورة اللي احنا عملناها على اب سكايل ونحطها بالمنظر ده كده. هنبدأ نكبرها سنة بس بالمنظر ده كده. وبعد كده هنجيب الصورة بتاعة الإيد اللي احنا عملناها على ImageFX. طبعا الصورة محتاجة إن هي تتقص، فممكن نقصها بأي أداة موجودة عندنا. أنا مثلا هقصها بالأوبجكت سيلكشن تول بالشكل ده كده. وبعد ما نخلص هنعمل ماسك من هنا. لسه في حواف بيضة لسه ظاهرة أو موجودة معانا، فاحنا ممكن مثلا نشيل الحاجات اللي هي الظاهرة قوي بالكويك سيلكشن تول زي كده. وزي هنا برضو احنا دايسين على شيفت عشان يحدد الاتنين مع بعض. ونجيب البرش اللي باللون الاسود ونبدأ ان احنا نمسح الاجزاء دي. هيبقى شوية اجزاء موجودة تحت لسه ظاهرة، فاحنا ممكن نشيلها عن طريق ان احنا نيجي هنا ونعمل لها سمارت اوبجكت، ونروح على اي اداة سيلكشن من هنا ونعمل سيلكت سبجكت. هيبدأ نحدد معانا الشكل بالمنظر ده. ممكن الاجزاء اللي هو محددهاش دي نعيد عليها تاني. وبس كده هنروح على select and mask ونبدأ إن احنا نيجي بالريفاين ايدج براش دي ونشيل الأجزاء اللي هي بالأبيض دي خالص. وبس بعد ما نخلص هننزل لتحت ونخليها في نيو لاير وندوس اوكي. هلاقي بقت معانا بالشكل ده. هنمسح أول لاير خلاص مش محتاجينها. وبس كده ممكن ننزل الإيد نظبط بقى الأبعاد بتاعتها من كنترول تي. نبدأ إن احنا نصغرها شوية ونجيبها بالمنظر ده كده. ممكن نخليها هنا. الخلفية أنا حاسس إن التوازن البصري مش أحسن حاجة، فممكن إن إحنا من كنترول تي نيجي على كليك يمين ونعمل فليب هوريزونتال بحيث نعكسها. ودلوقتي إحنا محتاجين نظبط الألوان بتاعة الإيد بحيث إنها تبقى ماشية مع الألوان بتاعة الخلفية. فممكن أول حاجة نعملها إن إحنا نيجي بالكيرفز ونبدأ إن إحنا نغمقها شوية بالشكل ده كده. وبرضو من الادجستمنت ممكن نروح على الكالر بالانس ونبدأ ان احنا نزود الاصفر شوية ونزود برضو الاخضر سنة، ونبدأ ان احنا نديها ناحية الاحمر اكتر عشان اللون البرتقاني بتاع الشمس ده برضو مسيطر على الجو بتاع الخلفية. ممكن نضيف ايه تاني؟ مثلا ممكن نروح على الساتوريشن. نبدأ ان احنا
نقلله سنة وبرضو نغمقها اكتر شوية، ونروح على الهيو نبدأ ان احنا نديها ناحية الاخضر برضو سنة، هتفرق بشكل كبير معانا. وبس بعد ما نخلص هنجمع كل اللي احنا عملناه ده في جروب مع بعضه، وممكن مثلا نديها اسم نقول مثلا هاند. تمام، دلوقتي هنروح نجيب الصورة بتاعت الازازة دي. تمام، بعد ما جبنا الصورة بتاعت الازازة دي محتاجين ان احنا نقصها، فممكن نقصها بأداة الكويك سيلكشن تول بالشكل ده كده، ونعمل لها ماسك بالمنظر ده. بس انا حاسس انها متقصتش كويس، فممكن ان احنا الافضل ان احنا نقصها بالبين تول. ولو عايز تعرف ازاي تستخدم البين تول بشكل احترافي، هيظهر درس بيشرح لك بالتفصيل ازاي تستخدم البين تول، هتلاقيه ظهر في الاي اللي فوق هنا. وعشان ما اطولش عليكم، دي هتكون النتيجة بعد ما نقصها بالبين تول. دلوقتي بأداة الترانسفورم اللي هي كنترول تي هنبدأ ان احنا نكبر حجم الازازة شوية بالمنظر ده كده ونميلها، وعشان يبان الايد دي ماسكة الازازة فهنبدأ ان احنا نخلي اللاير بتاعة الازازة دي تكون شفافة شوية، مثلا 40%. ونبدأ ان احنا نعمل زوم بالشكل ده كده، ونقف على اللاير بتاعة الهاند دي، ونبدأ نيجي بالبين تول هنبدأ ان احنا نزوم اكتر كده شوية، ونبدأ نحدد الحتة اللي هي، وبعد كده هنعمل make selection وندوس اوكي. هنيجي دلوقتي نعمل new layer فوق، هنبدأ ان احنا نخلي اللاير بتاعت الهاند دي نعملها convert to smart object، وناخد منها copy الحتة دي يعني، ونعملها paste المفروض تبقى فوق هنا، ونبدأ ان احنا نزوم بالشكل ده كده. الحتة بتاعت الصبع دي هتبقى موجودة فوق، فهيظهر ان الازازة ممسوكة كده بالايد. طيب محتاجين ان احنا نظبط الالوان بتاعة الازازة، فهنعمل نفس التأثيرات. طبعا هنيجي بالcolor balance نخليها تروح ناحية الاصفر شوية والاخضر برضو وناحية الاحمر. طبعا هنروح دلوقتي على اللاير بتاعة الكيرفز ونبدأ ان احنا نجمعها بشكل كبير. واخر حاجة خالص هو الساتوريشن، ممكن ان احنا نقلل الساتوريشن بتاعها، وممكن مثلا نوديها ناحية اللون ده برضو شوية. وهنجمع كل ده مع بعضه ونعمله convert to smart object. طيب فاضل ان احنا نرسم الظل على الازازة، فده هنعمله ازاي؟ الموضوع ببساطة ان احنا هنقف على اللاير بتاعة الازازة ونعمل نيو لاير ونخليها كليب ماسك على الازازة عشان التأثير يبقى على الازازة بس. وبالبرش السودة دي بس نحاول ان احنا نقلل الفلو بتاعها، نخليه مثلا 13%. هنبدأ ان احنا نرسم الظل بالشكل ده كده، ونرسم الظل برضو بتاع الصوابع بالشكل ده كده. نبدأ ان احنا نرسمه. ممكن دلوقتي ان احنا نقف على اللاير بتاعة الهاند ونعمل نيو لاير ونخليها كليب ماسك على الهاند بالشكل ده كده عشان نعمل الكونتاكت شادو. نعمل كونتاكت شادو برضو هنا، اللي هو مكان اللي بيبقى فيه تلامس الازازة مع الايد بالمنظر ده كده. طيب الجزء اللي هو هنا ده ناحية الشمس عايزين ان احنا نفتحه، والجزء اللي هو بعيد عايزين ان احنا نغمقه سواء في الازازة او في الايد. فاحنا ممكن نعمل نيو لاير برضو تانية ونخليها كليب ماسك، ونيجي بالبرش السوداء ونبدأ ان احنا نغمق الجنب اللي موجود هنا ده كده. نحاول ان احنا نغمقه على قد ما نقدر. نيجي نعمل نيو لاير تانية ونخليها كليب ماسك على الايد، بس هنخلي لونها يكون باللون الابيض بالشكل ده كده. ونبدأ ان احنا نفتح على قد ما نقدر بالشكل ده كده. وبرضو هنيجي على اللاير بتاعة الصوبع دي كده ونبدأ ان احنا نحاول نفتحها شوية. طيب دلوقتي هنروح على ال blending options ونخلي البلند مود بتاعها يبقى overlay بالشكل ده كده، وهنا برضو نخليه overlay. ولو حاسينه زيادة شوية ممكن ان احنا نقلل الاوباسيتي بتاعته بالمنظر ده كده. هنيجي نكرر نفس اللي احنا عملناه تاني على الازازة، نعمل نيو لاير وهتبقى كليب ماسك على الازازة. نبدأ نفتح الجزء اللي هو موجود هنا بالشكل ده كده ونخليه overlay من هنا، ونبدأ ان احنا نعمل نيو لاير كمان بس هنخليها باللون الاسود، ونبدأ ان احنا نجمعها من الجنب التاني بالمنظر ده كده. فهيبقى عبارة عن جزء وجزء يعني. دلوقتي هنيجي على الخلفية الحتة بتاعت الشمس دي، فممكن نجيب البرش ونخليها
باللون اللي هو الاورنج ده، بس عايزين اورنج يكون غامق شوية او فاقع شوية بالمنظر ده كده، ونخلي الفلو بتاع الفرشة 100%، ونبدأ ان احنا نعمل التأثير ده كده. بس هنحاول ان احنا نخلي اللاير دي موجودة فوق خالص ونخليها بالمنظر ده كده. وممكن ان احنا بعد ما نخلص نعمل لاير كمان ونصغر الفرشة ونخليها باللون الابيض ونعمل كده، ونبدأ ان احنا نخلي دي سكرين بالشكل ده كده، ونودي التو لايرز نخليهم ناحية الشمس اكتر بالمنظر ده كده. انا حاسس برضو ان احنا محتاجين نظبط شوية في الكالر بالانس بتاع الخلفية، يعني نوديها اصفر شوية، اخضر سنة، ونوديها برضو ناحية الاحمر اكتر، فهتبقى موجودة معانا بالمنظر ده كده. وممكن نخليهم هما الاتنين سمارت اوبجكت مع بعض، عشان هنروح دلوقتي على قائمة فلتر، ومن بلور هنروح على الجازيان بلور و3 مثلا كويس، وندوس اوكي كده. الدنيا بقت مظبوطة الى حد كبير معانا. في حاجة نسيت اقولك عليها، وهي التفريغ بتاع الازاز او البلاستيك اللي موجود هنا، المفروض يكون شفاف اكتر شوية. وده هنعمله ازاي؟ هنقف على اللاير بتاعة الازازة، بس نجمع كل التأثيرات اللي عملناها مع بعض في الجروب، ونكتب مثلا عليها بوتل، نعمل لها سمارت اوبجكت، ونبدأ ناخد منها كوبي من كنترول جي، ونيجي على اللاير اللي تحت ونخلي البلند اوبشن بتاعها مالتيبلاي، وهنبدأ اللاير اللي فوق نعمل لها ماسك، ونيجي بالبرش السوداء وتكون طبعا الفلو بتاعها قليل، ونبدأ ان احنا نيجي على الحتة دي، نبدأ ان احنا نخليها شفافة اكتر. وبس دي هتكون النتيجة في النهاية معانا. طب ممكن كمان ان احنا نيجي نعمل لاير كده من فوق، ونيجي بأداة الجريدينت ونخليها على اللون الاسود كده، ونبدأ ندي زي حتة سودة كده، ونقلل الاوباسيتي بتاعتها على الاخر. دي برضو هتغمق الدنيا كده من تحت، بتدي شكل حلو. وخلاص دلوقتي مش فاضل غير ان احنا نكتب التكست. هو ده الفونت اللي انا كتبت بيه اول كلمة، وده الفونت اللي كتبت بيه تاني كلمة. دلوقتي عشان الكلمة تبان بشكل اكبر، فاحنا ممكن نغمق من تحتها عن طريق ان احنا نيجي نعمل نيو لاير من تحت الكلمة، ونيجي بأداة الجريدينت ونتأكد ان الحتة دي لونها اسود، ونبدأ ان احنا نشد الشكل ده كده. وممكن ان احنا نقلل الاوباسيتي، وممكن كمان نظبط التكست اكتر عن طريق ان احنا نيجي مثلا على كلمة من خير دي، ممكن ان احنا نعمل لها دروب شادو. هعملها دروب شادو بالشكل ده كده بالاعدادات المعمولة دي، ممكن انت تاخدها سكرين شوت وندوس اوكي، ونكرر الدروب شادو ده برضو على الكلمة التانية، هنلاقيها بقت معانا بالشكل الجامد ده. وبس في النهاية ده كان الديزاين، ودي كانت الفكرة اللي انا كنت حابب اوصلها لك. واقوى تريكة هتلاحظها موجودة هنا هي الايد دي، حرفيا نقلت الديزاين في حتة تانية جدا، وهيفوتك كتير جدا لو ما استخدمش الطريقة دي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهتلاقي كل اللي انت محتاجه من صور وستوكات انا استخدمتها في الديزاين ده هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن عندك تحت الفيديو. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، وتعمل شير وكومنت لو ما عجبكش. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.